السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتتبعين والمتتبعات الأعزاء الغاليين. مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى يلقى الاستحسان ديالكم بحال الفيديوهات السابقة. شكرا لكم من الأعماق، شكرا لكم من كل قلبي على التعاليق الإيجابية ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم اللي كنفتخر بها. عزيزاتي أعزائي، عواشركم مبروكة، دخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله، وباش ما كتمناو. الوصفة ديال اليوم غادي تعجبكم، وأنا متأكدة غادي تعجبكم وتعجبكم بزاف، لأن بزاف ديال الناس تبارك الله كيعرفوها، وتبارك الله بزاف الناس كيديروها. ولكن لا بأس باش نحط لكم حتى أنا الاقتراح ديالي اللي كنتمنى من الله غادي يعجبكم. الوصفة ديال اليوم هي البسبوسة إن شاء الله، البسبوسة بالكريمة، اللي كنتمنى تجربوها وتخليو لي التعاليق ديالكم وتقولوا لي كيفاش جاتكم. بحال اللي جربوا كذلك الملاوي، بحال اللي جربوا الفقاص، بحال اللي جربوا المعلكة كاوكاو. ودابا غادي نتوكلوا على الله ونقولوا بسم الله. عزيزاتي أعزائي، بحال اللي كتشوفوا هنا عندنا 4 د البيضات. 4 د البيضات كنهرسوهم في هاد لو بول ديال الدجاج من طبيعة الحال. وكيكونوا بيضات كبارين بحال اللي كتلاحظوا، ماشي كيكون البيض صغير. بيضات كبارين، بعد ما كنغسلوهم كنهرسوهم ونديروهم في لو بول. غادي نزيدوا عليهم طريقة ديال الملحة فقط برؤوس الأصابع لتصحيح الذوق. غادي نزيدو عليهم كاس إلا ربع ديال السكر، كاس ديال العنبة بحال اللي كيعرف الجميع، كاس إلا ربع ديال سنيدة. وغادي نبقاو كنضربو بالفوي حتى تجانس داك البيض وداك السكر، ما تبقاوش كتسمعوا نهائيا الحبيبات ديال السكر تحت الدرّاب نهائيًا، تبقاو كتسمعوا كأنه ما دايرينش السكر غير البيض بوحدو. تما في هاديك اللحظة هاديك غادي نفوتوا معاكم، غادي نديرو أعزائي عزيزاتي، وكنعتذر منكم لأنني بحال اللي كتعرفوا مروّحة شوية والتنفس ديالي ضيّق وحلقي مسدود ونيفي حاشاكم مسدود. غادي نديرو كاس ديال الزيت، غادي نديروه على فترات متفرقة، ما غاديش نديرو كاس كامل، غادي نديروه على جوج. وغادي حنا كنديرو وحنا كنطربو بحال اللي كنديرو المايونيز. ملي كتبغيو ديرو المايونيز كذلك كتخويو الزيت شوية بشوية. في هذا الأثناء هذا غادي نزيدو قشور الحامضة محكوكة بحال اللي سبق لي وريتكم من قبل. ما تحكوش الحامض حتى يبان من داك الابيض، فقط ديك القشره الخارجيه هي اللي غادي تحكوها. وغادي نستمروا في التطريب ديال هاد المسائل هادي حتى تجانس مزيان. غادي نزيدو كاس ديال الحليب عامر، غادي نخويوه تما كامل، وغادي نطربو كذلك. يلاه يلاه بدون ما نقطع الفيديو، بدون ما نديرو حتى شي حركة واحدة أخرى، باش كتكونوا على بال بأن الفيديو مستمر. في هاد الأثناء هادي غادي نزيدو كاس ديال السميدة الرقيقة. كلشي كيعرف السميدة الرقيقة باش نصوبو الحريشة. غادي نطربوها هكا واحد شوية، وغادي نجيبو الكاس الثاني، وغادي نوجدو هنايا غادي نوجدو جوج ديال الخميرة ديال الحلوى، وغادي نوجدو كذلك وحدة ديال لافاني، جوج ديال الخميرات حمر وحدة ديال لافاني. غادي نديرو الخميرة ونديرو لافاني، وغادي نديرو كذلك ديك الكاس ديال السميدة. هانتوما أعزائي عزيزاتي، في هاد الأثناء هذا زدنا الخميرة ديال الحلوى قدامكم بدون زيادة أو نقصان. غادي نزيدو الخميرة، غادي نزيدو كذلك لافاني هي هادي، وغادي نزيدو كذلك داك الكاس ديال السميده الرقيقه من نوع جيد. دابا تبارك الله راه كاينه السميده من نوع جيد كتباع في الباكيه ديال الكيلو. تاخذوا مثلا اللي ما بغاش السميده بزاف، مع ان السميده كنحتاجوها، كنصوبوا بها حريشه، نصوبوا بها حريشه في الفران، نصوبوا بها حريشه مقليين. ان شاء الله الا عجبتكم هذه الفكره هذه كل نوبه نبقى نشارك معكم وصفه. هانتوما كتشوفوا كتجيكم بحال اللي راها جاريه بزاف بزاف، ولكن نتوما كطربوها وهي كتعقد، لان كل شيء كيعرف بان السميده كتشرب. كنكونوا وجدنا له مول، دهناه بالزبده ولبسناه بالسميده، غطيناه زعما بالسميده كامل
كله من الاول حتى الاخر. هانتوما كتشوفوها بدات كتعقد شويه، ما تقولوش راها جاريه غادي ما غاديش طيب ولا ما غاديش تجي مزيانه، غير خويو النص وخليو النصف الاخر خليوه في ديك الجبانه هذيك. هانتوما الا خفتيو ويجيكم نص اكثر من نص عبروها بزيفه ولا ديروا شي حاجه، ماشي مشكل. هنايا كتقبطوا هذا المول كتدخلوه للفران بحال اللي كيعرف الجميع 160 درجة على حسب الفران ديالكم. كتشدوا واحد الكاسرونة كديروا فيها 3 ديال المعالق ديال المايزينا. هانتوما كتشوفوا المعلقة كيفاش دايرة، ما تكونش عامرة بزاف بالقبة، ما تكونش عاوتاني خاوية. حنا ديجا كنا عابرين في ديك الزليفة 3 ديال المعلقات ديال المايزينا. غادي نديروا عليها كذلك السكر حبيبات بحال اللي كتشوفوا. هذا السكر حبيبات درنا 2 معلقات ديال السكر، كنديروا 3 ديال الفرomاج مثلثات كنزيدوهم هنايا، وكنزيدوا نصف لتر وكنزيدوا فانيا، وغادي نزيدوا نصف لتر من الحليب. حنا بالعاني عبرناه قدامكم باش ما تقولوش راه يمكن قليل ولا بزاف. هاد القريعه هذه كتهز نص سيترو فقط. غادي نقبطوا ونخلطوا كلشي. غادي تقولوا لي الفرomاج ما غاديش يذوب، خصكم ديروا كلشي بارد في بارد، وراه كيذوب الفرomاج وكيذوب وكنهزوها وكنديروها على النار مع التحريك المستمر. هانتوما كتشوفوها مع التحريك المستمر كتبقاو تحركوا حتى كتشوفوها بدات تعقد، وما تخليوهاش المتابعات تولي محجره. يلا تبدا تعقد وغادي تحيدوها من فوق النار باش ما تجيكمش خاطره بزاف. كتقبطوا هذا الفرomاج هذا راه ماشي ياغورت، راه الا جيتي تقرا الورقه ديالو الحقيقيه راه فرomاج هذاك، ولكن حنا كنقولوا له ياغورت بحال اللي كيعرف الجميع كنقولوا له دانون جيرفي طبيعي. كتاخذوا 2 ديال الجيرفي طبيعي وكديروهم في هذا الكاسرونه مع هذا الخليط هذا ديال المايزينا والفرomاج والحليب والسكر، وكنقبطوا البسبوسه جبدناها من الفران. هانتوما شتيو اللون موحد تبارك الله على الفران ديالي غزال ما شاء الله، كيطيب كلشي على حقه وطريقه، ما كتحتاجي معاه لا صعوبه، لا تطلعي عليه لا تركبي عليه لا تقلبي لا تهبطي لتحت لا تطلعي الفوق، كيطيب كلشي مقاد. واللي كيطيب غير في الفران عادي يرد البال بما انه يبقى اللي كطيب له من التحت وعادي يهبطها يرد البال الطريقه ديال الطبخ ديالو. كتقبطوا ديك الكريمه كتسرحوها كامله فوق منها. شتيو علاش قلت لكم انا ما تقصحوهاش بزاف؟ على هذا الشيء ما خصكمش تقصحوها، لان ملي غادي تقصحوها غادي تجيكم محجره. فقط ملي كتخويوها كتعوطوها هكا بيديكم ودوزو داك النصف الاخر. في حاله ما لقيتيو السميده قصاحت بزاف زيدوها شويه ديال الحليب. حنا لا ما زدناها لا حليب لا والو، جاتنا تماما كما كتشوفوها هنايا قدامكم في الكاميرا. ها نتوما كتشوفوا جات هي هذيك. كنخويو ديك القشده وكنزيدوا عليها داك الباقي ديال السميده اللي خلينا في الجبانه قدامكم. كنخويوها كندوزو نصوبو السيرو هو هذا كاس ديال الماء، 3 ديال المعالق ديال السكر، شريحه ديال الحامض. كنديروه فوق النار حتى كيبدا يغلي 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 مزيان، وكنقبطوه. منين كنخرجوا البسبوسه كنسقيوها بداك الحامض كامله، داك السيرو ديال الماء اللي كيتكون من كاس ديال الماء و3 ديال المعلقات ديال السكر وشريحه ديال الحامض، دائره ديال الحامض. راكم بحال اللي شتيوها. وكنبقاو نسقيوها ونعاودو ونخليوها تشرب على خاطرها. الا كانت البسبوسه سخونه كيكون داك السيرو بارد، والا كانت البسبوسه بارده كيكون داك السيرو سخون. حنا لا داك السيرو درناه من قبل وخليناه برد على داك الشيء. وريتكم غير الصوره كيفاش دايره وهي جبدناها سخونه وكنا كنسقيوها. ملي كتسقيوها وهي سخونه كتشرب مزيان، كتاخدو بيك فخوي وكتبقاو كتقبوها باش ملي كتسقيوها كتدخل داك السيرو حتى للقاع. والله يا المتابعات غادي تجربوها فعلا وغادي تقولوا لي اكثر من رائعه. كتذوب في الفم وغزاله وفنه ولذيذه لذيذه لذيذه بواحد الطريقه اللي ما تقدوش تخيلوها. غير خويو داك الشيء كامل ما تخافوش منه وانتم كتخويوها وهي كتشرب. هانتوما بحال اللي كتشوفوا قبالتكم هنا عندنا جوز الهند
وعندنا لي زاموند إيفيلي، وعندنا كذلك اللوز اللي نقيناه وقليناه وطحناه، كونكاسيه هو هذا اللوز، كنقبطوه ونزوقوها بالطريقة اللي بغينا، وأي واحد عنده الطريقة ديالو. حنا درنا هكا مثلثات، كل مثلث بوحدو بحال اللي كتشوفوا هنا. شوفوا كيفاش جات البنات، جات أكثر من رائعة. كنطلب من الله سبحانه وتعالى باش تجربوها وتخليو لي التعاليق ديالكم وتقولوا لي كيفاش جاتكم، والله ما تندموا عليها. وهذه فعلا كتجي في رمضان غزاله ومع كتكون بارده، وديك القشده فيها من داخل اكثر من رائعه. شوفوا ديك القشده راه ما كيتبدل لها لا لون، ما كتحرق ما والو، وما كتحجرش، كتبقى لذيذه 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 بزاف. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يلقاكم الفيديو ديالي في اتم الصحه والعافيه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وارجوكم الله يخليكم ما تنساوليش لايكات، وإلى اللقاء أعزائي عزيزاتي بإذن الله، فيديو آخر إلى كتاب. وخليو لي التعاليق ديالكم الفيديوهات. أنا غادي نوعدكم بواحد الفيديو ديال المالح إن شاء الله، غادي ندير لكم مملحات رمضان إن شاء الله إلا بقيت من أهل الدنيا. إلى اللقاء عزيزاتي أعزائي.